واحدة من المتابعين الريلز بتاعتي بعتت تقول لي العلاقة انت قلتي ان هي زي الضفيرة وان احنا لازم نتمسك بالعلاقة عشان خاطر مع الوقت الضفيرة دي بتتخن وبتبقى كويسة وحلوة وبتخلينا نتحمل كل المشاكل اللي احنا بنمر بيها. بس ايه رأيك يا دكتورة بقى الضفيرة بتاعتي عاملة زي الكنافة؟ انا عجبني قوي تعبير الضفيرة بقت عاملة زي الكنافة، وانا اللي فهمته منها انه معناها انه رغم انها خيوطها كتير لكن فيها لعبكة كتير، والسيدة دي انا بشكرها انها بتتابعني. ومن هنا عايزة اقول لكم مفيش حياة ما بتمرش بمشاكل، ومفيش حياة على طول الخط ماشية حلوانة في سلوان. في اوقات بتبقى صعبة واوقات بتبقى سهلة، اوقات بنختلف واوقات بنتفق. الاهم هو ان احنا بنبقى فيه احترام لبعض، نتفهم وجهات نظر بعض، ونتعاون في حل المشاكل. وحل المشاكل همثله لكم بمسألة حسابية خدناها. فلما بيتعرض علينا اي مسألة حسابية بتبان انها مكلكعه وتقيله ومش هعرف احلها، فيا اما ابقى يعني انزعج وابقى قلقانه وابقى خايفه وابقى برميها على اللي جنبي عشان يحلها، وبعدين الحل بتاعه ما يعجبنيش فما طمنيش. يا اما انا لنفسي بقف اقول هي ايه معطيات المشكله، اعرف ايه هي اللي مكون المشكله عشان اقدر من التكوين ده اشوف حل واثنين وثلاثه، ونتكلم مع بعض في حل المشاكل المختلفه، ونشوف اكتر حل ممكن يكون في كومبرومايز. ما هو ما ينفعش يبقى يا انا يا حلي يا حلك، ممكن يبقى حلنا احنا الاثنين، انا اجي شويه وانت تيجي شويه فالدنيا تمشي. الكنافه ما بتتحل، بتفضل منعكشه كده لحد ما نبتدي نفكها خيط ورا التاني ورا التالت. ان انا النهارده ابتدي اشتغل ان انا اعرف ايه سبب المشكله وايه المعطيات بتاعتها وازاي ممكن نحلها، وانا اوجد حل وهو يوجد حل، ونشوف الحلين دول ممكن يطلعوا بحل ثالث يرجع الضفيره بتاعتنا في الشكل الاحسن.